المسلمون يريدون أن يجعلوا هناك حرب مذهبية طائفية في المنطقة. يجب علينا أن نعرف ذلك جيدا. ما هي هذه القضية؟ القضية هي تفكيك العالم الإسلامي وتحويله إلى صراع طائفي مذهبي وتفتيته إلى دويلات صغيرة. الآن كما تشاهدون في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق، أهم الصراع، أكثر الأسباب التي أدت إلى هذه الصراعات المتفاقمة هي الفتن الطائفية وصراعات على أساس الطائفة والمذهب. لذلك كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عربي وأعجمي، ولم يفرق بين طائفة وطائفة. وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لا نرضى أبدا أن يتم احتقار هؤلاء الصحابة الكبار. يجب علينا أن ننهي هذه الخصومات التي بيننا، لأن هناك بعض القوى التي تقف وراء هذه الفتن. مثلا كما تعرفون الآن تم ضرب صواريخ الهاون وبعض القذائف على طبعا قنصلية المملكة العربية السعودية. هذا شيء سيء جدا، ولا يتم قبوله أبدا، وهذا التقارب خاطئ جدا. نحن عندما نقول لا نصوب هذا طبعا فهذا لا يؤدي إلى طبعا إنقاذ هذه الدولة التي تعرضت لهذه الأزمات. هل أنت قمت بالتدابير اللازمة لحماية نفسك أيضا مثلا أنت أيضا قمت بإعدام حوالي 42 شخصا. كما تعرفون أن في تركيا ليست هناك مؤسسة تقوم بارتكاب هذه العمليات طبعا الإعدامية، ولكن في المملكة العربية السعودية يوجد مثل هذه المؤسسات، وفي إيران أيضا يوجد مثل هذه المؤسسات، وفي أمريكا وفي الصين وفي روسيا ما زالت أحكام الإعدام سارية المفعول. إذن فطبعا فعندما يتم إعدام بعض الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي إيران لا أحد يقوم بالتكلم ولا أحد يصدر صوته طبعا. وأيضا تم إعدام حوالي 42 شخص هم كانوا من السنة، لأنه كان لهم علاقات مع منظمة داعش الإرهابية، وأيضا وكان واحد منهم الشيعة من القادة الشيعيين. طبعا قد يكون هذا صحيحا أو لا غير صحيحا. نحن لا ننظر إلى هذا الموضوع بهذا المستوى أو هذا المحتوى. لذلك فكما تعرفون أن إيران قامت بإعدام العديد من الناس. لماذا لا تتكلمون؟ هناك بعضهم طبعا كما تعرفون أيضا هناك أحد الرؤساء والقادة التي حكم عليهم بالإعدام في مصر، محمد مرسي. هذا الشخص الذي كان رئيسا للجمهورية المصرية في يوم ما، كيف قمت بإصدار حكم الإعدام عليه وهو رئيس؟ هل هذا كان إرهابيا؟ نعم. من الذي قام بالانقلاب العسكري؟ أيضا جنرال من الجنرالات العسكرية وهو السيسي قام بعمل انقلاب عسكري وضربة عسكرية في مصر، ثم قام بإلقاء القبض على الرئيس وأصدر عليه حكم الإعدام. هل تكلم أحد؟ هل أحد صدر صوته بخصوص حكم الإعدام الذي صدر بخصوص محمد مرسي؟ لم يصدر أحد صوتا، ولكن تركيا لم تصمت جراء هذا الموضوع. إذن كيف يمكن علينا أن نصمت جراء هذا؟ ونحن نتمنى الإصلاح لكل من يريد أن يزرع الفتن بين الدول الإسلامية. هناك آلاف مؤلفة من الشعب السوري يتم قتلهم هنا وهناك دون سبب ودون أي ذريعة. لماذا لا تتكلمون؟ 400,000 شخص بريء تم قتله وتصفيته تماما، وأنتم تقومون بدعم هؤلاء الفصائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وأنتم تقومون بدعمه بالمال والعتاد. من تدعمون؟ تدعمون القاتل بشار الأسد. لا تستطيعون أن تنقذوا أنفسكم، أنتم أيضا تشاركونهم في الإجرام.
إذا فكل هذه المصائب التي تعيشها الدول الإسلامية التي تذرف دموعها، فنحن نتمنى لهذا العام أن يكون عام سلام وعام يحضر السلام والوئام لكل الدول الإسلامية.